السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض اكل اقتصادي جدا جدا. معايا هنا نص كيلو بطاطس، مخرطاها كده مكعبات صغيرة. ومعايا يعني حوالي نص كيلو كده. ومعايا برضو نص كيلو عصير طماطم، انا عصراه ومصفياه عشان ميبقاش فيه لا تفل ولا بذر. ومعايا برضو كام فص توم، ويعني مكترش توم قوي. ومعايا نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة شطة. والشطة دي طبعا اختياري حسب رغبتكم، تقللوا او تزودوا ده براحتكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض على البوتاجاز. بصوا بقى يا حبايبي، انا طبعا دقيت التومه، هي دقيتها ونعمتها وحطيتها كده في السمنه. ماشي، هخليها تصفر بس، واحط عليها عصير الطماطم تصفر، مش هخليها تحمر. والسمنه ممكن تحطوا عليها حته دهنيه او حته ليا صغيره، او حته دهنيه يعني تكون صغيره خلاص، عشان خاطر تدي طعم تدي طعم للطبيخ. خلاص، لما احنا مش طبعا ما فيهوش شوربه ولا حاجه، يعني ما فيهاش لحمه يعني ولا حاجه، فنعوضها يعني في كده. لو ما فيش ومش حابين تحطوا دهن ولا ليا ولا اي حاجه، خلاص برضو براحتكم. ما فيش اي مشكله. نخليها تصفري بس، وهحط عصير الطماطم وتغلي. اوطي عليها خالص عصير الطماطم دوت. انا حاطه معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من السكر خلاص، عشان خاطر السموم. اللي بيحب يحط صلصه، الصلصه اللي هي بتبقى في البرطمان ديت الجاهزه، يحطوها بقى في المرحله دي. دلوقتي كده انا هحط المراحيل عصير الطماطم كده، وهتغلي وهحط عليها خالص. طريقة الطبيخ ديت او طريقة الاكل دي على الطريقة الفلاحي بتاعت الناس الفلاحين والصعايدة. طبعا الطريقة بتبقى جميلة والاكل بيطلع زي العسل. يا ريت اللي شاهد لغاية المقطع دوت، يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم يشجعني. ويا ريت يا ريت ما تنسوش، بس يعني رجاء فضلا وليس امرا، ما تنسوش اللايك بالله عليكم. ويا ريت تشاهدوا شويه من الفيديو عشان خاطر الفيديوهات عندي واقعه خالص. بعد الطماطم كده هتغلي، هوطي النار خالص خالص عليها لغايه ما هوريكم برضو هنحط امتى البطاطس. خليكم معايا وهرجع لكم. معلش يا حبايبي، انا نسيت بس اقول لكم على حاجه. انا هحط مكعب مرق الدجاج خلاص. لو انتوا حابين، يعني انتوا ما بتحبوهاش خلاص براحتكم، دي حاجه اختياري، بس بتدي طعم كده برضو للاكل يعني كويس يعني. خلاص، هي بتغلي، هوطي النار خالص عليها واغطيها. عايزه تغطيها براحتك، مش عايزه تغطيها برضو عادي، مفيش مشكله. عادي يعني، كده او كده الدنيا ماشيه معاك. خلاص، هسيبها بقى تغلي كده، تاخد غلوه كده مع نفسها، واوطي النار عليها ونشوف هنعمل ايه تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني. بصوا بقى، الطماطم اتسبكت اهيت خلاص. اعرف ازاي ان هي اتسبكت؟ ان السمنه كده بقت على الوش خلاص اهي، تلاقيها فصلت عن التسبيكه من تحت كده خلاص. التسبيكه اتسبكت. انا مش هسبكها وانشفها قوي قوي قوي، عشان خاطر بس ما تبقاش يعني ايه، ما تبقاش تقيله. خلاص، هحط عليها حبه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت عندك حبه شوربه وشايله حبه شوربه كده يعني على جنب في الفريزر، ماشي، حطي منها. خلاص، انا حطيت حبه ميه وهتغلي. طبعا هصفي البطاطس وهحطها هنا بس بعد ما التسبيكه تغلي. خلاص، هنشوف برضو مع بعض. بصوا حبايبي، التسبيكه هي بتغلي خلاص، وانا صفيت طبعا البطاطس من الميه. فانا هنزل البطاطس ديت على التسبيكه. خلاص، هنزلها وهخليكم اهو يا حبايبي. انا نزلت البطاطس في قلب التسبيكه.
او الدمعة زي ما بيقولوا عليها الفلاحين والصعايدة يعني. هي اول ما هتغلي هوطي النار خالص عليها. انا طبعا بس معليه النار سنه كده صغيره، واول ما هتغلي هوطي النار عليها، وطبعا هكون مغطياها، ومفيش يا دوبك 10 دقايق واطفي النار عليها عشان خاطر ما تتهريش مني. خلاص، وهنشوف مع بعض هيبقى في الاخر شكلها عامل ازاي. بس يا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك والكومنت حلو منكم، تشجعوني بيه يا احلى اخوات في الدنيا. اهو يا حبايبي انا خلصت البطاطس. خلي بالكم بقى عشان خاطر بيبقى فيه بطاطس ما بتستحملش، يعني انا قلت لكم 10 دقايق واقفلوا عليها النار، دي ما استحملتش يعني، لقيتها دايبه خالص. ماشي. فخلي بالكم يعني، ممكن لو بطاطس زي كده ما بتستحملش خلي بالكم ممكن 5 دقايق وتطفوا عليها النار. وده كان الاكل بتاعنا النهارده. طبعا حاجه بسيطه وسهله واقتصاديه جدا جدا، حاجه على قد ايدينا كده وسهله، يعني سهله وسريعه وماشيه يعني مع الجو اللي احنا فيه كده والغلا. وقت من مثلا طب عليكي حد او عيالك جعانين، يلا اي حاجه كده والدنيا بتتستر، وربنا يكملها بالخير ان شاء الله. اقول لكم يا رب الفيديو يكون خفيف كده والوصفه تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك الحلو بتاعكم والكومنت اللي بتقولوا لي فيه كلام جميل. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.